خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه. واش في خباركم اخوتي المغاربه هادشي اللي كيروج على الاخت ايمان التسونامي؟ فالغريب في الامر اخوتي المغاربه، لان غادي تصدموا اكثر كيفاش هاد السيده هذه في قلب الاخوان المستشفى، وهي الاخوان كتعاني من واحد لانها تعرضت اخوتي المغاربه للتسمم من طرف اعداء ديالها. ولكن الاخبار اللي كتروج دابا الاخوان والاخوات كيقولوا بان علاش، واش هي بالفعل هي حمزه منبيبي؟ واش هي اخوتي المغاربه لانها شوهت الصوره ديال الولاد ديال الوطن وديال البلاد؟ لا ماشي هي. فالغريب في الامر اخوتي المغاربه اشنو كيروج دابا في بعض المواقع التواصل الاجتماعي، فتيقولوا بان اخواني اخواتي العزاز فهذا انتقام من الاخت ايمان التسونامي لانها باش ما تفضحش او ما تفرش افراد العصابه. فهذا الشيء كامل اخوتي المغاربه غادي نتكلموا لكم عليه في هذه الحلقه هذه باش تعرفوا اشنو كاين، لان كل تضامنا مع الاخت ايمان التسونامي. الله يشافيها ويشافي الجميع. فاخوتي اخواتاتي المغربيات بغيتكم كاملين الله يجازيكم بالخير، لان كلنا الاخت ايمان التسونامي، لان وحده في الحاله ديالها ربي اللي عن بها زائد اكثر من ذلك كينوضوا بعض الاشخاص ويتكلموا ويقولوا بان حمزه منبيبي فهو اخت ايمان التسونامي. فهذا الشيء خطير اخوتي المغاربه، هذا الشيء خطير لان ما كيتقبلوش العقل. راه كيف يعقل؟ لان غنشوفوا واحد البنت مغربيه 100% لانها الاخت مسكينه تعرضت لاخطر وابشع الانتقام من طرف الاصدقاء ديالها، ولكن اخوتي المغاربه ما غيقيلوهاش. فمن بعد ما شافوا المغرب او الشعب المغربي، لان كله فالقليل العده القليل، لان غادي نردوا عليكم في هذا الفيديو، غادي نقولوا بان هذاك الناس اللي كيتكلموا على الاخت ايمان التسونامي وكيقولوا بان السيده غير شيخه وما يمكنش ندافعوا عليها او ربما اشياء من هذا القبيل، فكنقول لكم اتقوا الله، على الاقل اتقوا الله، لان السيده خوتي خواتاتي المغربيات راه كتبقى مغربيه كتبقى اختنا. ولكن هاد التهم هذه الباطل اللي كتدور عليها في مواقع التواصل الاجتماعي فكيضرنا في خاطرنا، لان كنشوفوا بان الاخوان هذا الشيء غريب وفريد من نوعه. لان اكثر من ذلك الاخت يلا اخوتي المغاربه شفتوا الفيديو اللي كانت خرجت بنتها وخرجت بانه اكدت وقالت بان الام ديالي فرها ماتت وحيات اخوتي المغاربه، ماتت وحيات لانها بزاف الاخت دايره لها ابشع توكان. الغريب في الامر اخوتي المغاربه لان تيقولوا بالحرف العريض لان السيده مدقوقلها الزجاج، الدجاج ومطحلها ودايره لنا في شي ساندويتش او ربما اشياء من القبيل وشرباته لان السم. اكثر من ذلك لان الاخوه اخوات شفنا الاخت ديالها كطالب مالك البلاد الله ينصرو ويطول في العمر ديالو، كتقول بان اخواني اخواتي العزاز فخصها الام ديالها تمشي لمستشفى عسكري باش تلقى العلاج. ولكن للاسف مازال بعض الاشخاص لانهم كيطعنوا في هذه الاخت ايمان التسونامي، فالله ياخذ فيهم الحق. انا سنقولها وكنعاود نذكر لان حسبوها اختكم، لان حسبكم ما كنتوش كون ما كنت انا بعدا في حد ذاتي انا حسبها اختي وكندافع عليها، لانه من القلب ديالي وكنقول هذه السيده هذه خصها تاخذ الحق ديالها. وكنتمنى من جميع الاخوان والاخوات يطاكيو مجموعه نتاع الفنانه، لان اي فنان كتعرفوه وصراحه وبغيت نقول لكم لان اللي جاوبوه او اي واحد جاوب شي واحد في التعليق وجاوبكم شي فنان وقال لكم بان غادي يقوم بالواجب تجاه الاخت العزيزه، فوالله سنعطيه الكادو، والله سنعطيه الكادو، لان طاكيو ليا مجموعه الفنانين اللي كتثقوا فيهم نتوما واللي كتعرفوهم لانهم قلبهم طيب وزوين، ينوضوا ويتقدوا او ينوضوا يعاونوا الاخت ايمان التسونامي، ولو في الادويه ولو في الدار ولو في المصاريف، لانها محتاجه اكثر من الخيال. هذا الشيء اخوتي المغاربه ماشي هو المهم، ولكن هذه كتبقى كرساله. اليوم الاخوان والاخوات كنشوف بعض الاشخاص كينوضوا كيتكلموا، وماشي غير قناه ماشي غير جوج ماشي غير ثلاثه، العديد من القنوات كيقولوا بان الانتقام من الاخت ايمان التسونامي، فهي كيقولوا بان عندها مشاركه. اش التخربيق بعض القنوات، اش التخربيق الله يجازيكم بالخير. والسيده لا علاقه لها بحمزه منبيبي، لا علاقه لها بحمزه منبيبي، فهي في الاصل تعرضت المره ماشي جوج، لانها محاوله القتل ماشي مره ماشي جوج. علاش؟ فانها ناجحه في الحياه ديالها، سيده نجحات مشات في المسار ديالها كما هو الانسانه بالفعل اخوتي خواتاتي المغربيات، لان انسانه وافيه الى الوطن ديالها. وخا نقولوا بانها شيخه ماشي سوقنا، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي كيخلص اغرب من الخيل، لان توصلنا اخبار كتروج دابا لحد الان تيقولوا ان الانتقام ديالهم من الاخت ايمان التسونامي فقط. اخواني اخواتي العزاز الغيره والحسد بلا باش نكونوا من الاخر ما كاين لا حمزه منبيبي ولا والو. دابا اشنو كيروج؟ تيقولوا بان حمزه منبيبي فعندها علاقه به الاخت ايمان التسونامي. هنا هادشي هذا كنفيوه، لان اخت ايمان التسونامي لا علاقه لها بحمزه منبيبي. فشنو تيقولوا الاخوان؟ تيقولوا بان ربما حمزه منبيبي غادي تقدر تفرج. واش هاد السيده هذه عامين وثلاث سنين ما فضحات والو، ما فضحات حتى شي حاجه، لان دابا عاد غتنوض
وغادي تقول بان غنفضح هادوك وغندير لهم غنفعل لهم ارانتسن، هما ناضوا غيصفيوها لها بهذه الطريقه، لانه ناضوا وبغاو يصفيوها لها بهذه الطريقه لانها بغات تفضح. لا 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 يعقل الاخوان، السيده واصله فيها اللعظم، خصنا ندعوا لها بالشفاء العاجل، خصنا نوقفوا معها ماديا ومعنويا ونقولوا لانها تحياتي لجميع الممثلين او المغنيين لانهم داروا يد في يد مع الاخت ايمان التسونامي، على الاقل طلعوا عليها في المستشفى. وكنشوفوا بعض الاشخاص اللي هما ربما غيكونوا متورطين في هذه القضيه ديال محاوله القتل ديال الاخت ايمان التسونامي، غادي يكونوا كيجيو كيطلعوا عليها في المستشفى بشكل يومي، لانه كيقولوا خصهم فوقاش يعني الاخوان تفارق الحياه. ولكن الاخت ايمان التسونامي لانها انسانه طيبه، ربي سبحانه وتعالى من بعد ما توفات البنت ديالها في يديها، وهذا الشيء ماشي اللي كنقولوا، راه البنت ديالها، لان خليت لكم التصريح وخليت لكم يعني الاخوان اشنو قالت البنت ديالها في بعد التصاريح مع الاخت فاطمه الزهراء شوف تيفي. لان اكثر من ذلك الاخوان كتقول لها بانها ماتت لي الام ديالي في يديا ولات عاشت، ولكن هاد الناس هادو ما رحموهاش، فهاد الناس هادو بقاو يعني مستمر اللي هما الاخوان والاخوات في قتل ديالها او في تلبيد العذاب ديالها، لانهم متلدين في العذاب ديالها بشكل يومي. لان اكثر من ذلك فما ارتاحوش حتى شافوها يعني في المستشفى، يعني الاخوان ما ارتاحوش بانهم حتى شافوا الاخت ايمان التسونامي في المستشفى. تحياتي من هذا المنبر لان المناجير ديالها والجميع الاشخاص لانهم مقربين اليها ويوقفوا واقفين معها ماديا ومعنويا، لانهم هاد الناس هادو بالفعل هما اللي ترفع لهم القبعه، هما اللي واقفين، لان المناجير في امكانه ما يتخلى على الاخت ايمان التسونامي، ولكن ما تخلاش عليها في هذه الظرفيه الصعيبه، لان في امكانه يتخلى عليها، ولكن مازال مساندها ومساند الاسره ديالها، ومازال كيقولوا بان كيديروا شكايات باش يعرفوا اشكون هما اللي وراء هاد محاوله القتل اختنا ايمان التسونامي. فاخوتي خواتاتي المغربيات مازال محتاجكم، محتاج الدعوات ديالكم لانهم تدعوا لها بالشفاء العاجل. اكثر من ذلك الاخت ديالها او البنت ديالها كطالب جميع المغاربه يديروا الهاشتاغ من اجل انقاذ الاخت ايمان التسونامي، وكطالب بانها مالك البلاد الله ينصره ويطول في العمر ديالو، لان اي واحد فكيضر او اي واحد كيكون محتاج شي حاجه كيلتجئ الملك البلاد نصره الله، لانه هو كيقوم وصراحه عنده الشعب ديالو عزيز. فدائما الشعار ديالنا الخالد الله الوطن الملك، والله يشافي الاخت ايمان التسونامي، فالله يشافيها ويشافي الجميع. خوتي خواتاتي المغربيات لا ثقه في هذا الكلام هذا اللي كيروج، لان عندها علاقه او ما عندهاش علاقه في هذا الشيء ما كاين منه والو، فقط هاد الناس هادو كيبغيو يروجوا او من اجل يعني الادسنس او من اجل ربما اشياء من هذا القبيل. فالله ياخذ الحق، والله ياخذ الحق ديال الاخت ايمان التسونامي في القريب العاجل. فلا اطيل عليكم اخواني اخواتي العزيز في هذه الحلقه، غادي نقول لكم مع السلامه الى اللقاء. ما تنساوش اخوتي الله يجازيكم بالخير، كلنا ايمان التسونامي، كلنا ايمان التسونامي. كثروا في اللايكات، كثروا في التعاليق ديالكم باش يوصل الصوت. فهذا الشيء اللي كاين، غادي نقول لكم مع السلامه الى اللقاء.